بونجور رزول عليكم تو الموند. بون الفيديو هذه للجزائريين هذوك اللي زعما كل يوم يطيحوا للمغاربه والمروك ودايرين صح باللي المروك هو اللي صاي شغل داخو طاحوا في الفخ هذاك باللي المروك لي لايف كل يوم ربك في التيك توك المروك بصح نساو هذاك اللي بعبصهم تاع الصح الحقيقي. الذي بعبصهم حقا هو نظامهم المافياوي الجزائري، مافيا الكبرانات الفرنسية التي تبعبص فيهم منذ 1962 وهي تبعبص فيهم، ولكن النظام المافياوي قال لهم المغرب هي التي هي اللي طرطقت الجزائر، هي اللي سرقت الجزائر، هي اللي خلاتكم ما عندكمش الشغل. يعني الشعب رخيص جدا، يعني الأغلبية، ما نحكوش على الجميع طبعا، والأغلبية يعني رخيصة وبصبع الأزرق كما تعرفون. يعني شعب غبي جدا، شعب غير مثقف. المافيا يعني تحشيله وتكلخله وتقول له المغرب هي التي سرقت لك مستقبلك يا ابني، المغرب هي التي لم تعطي لك العمل، المغرب هي جعلتك تهرب في قارب الموت وتموت في المتوسط، المغرب هي تلقي عليك الرصاص عندما تخرج إلى الشارع لتعمل بروتستاسيون، المغرب هي التي تأخذك إلى السجن القليعة والحراش. يا نعم بأمر من الملك المغربي الشباب الجزائري يذهب إلى السجن من أمر من الملك المغربي. نعم، هذه حقيقة نعرفها. شعب يعني شعب مدرح، شعب كافي يا ربكم، شعب كافي باش تروح خوافين ربكم، هاك ترعشوا ميتين بالخوف ربكم. تعرفوا التيك توك، بس على بالي بزاف فيكم هما الدياراس ولا يخدموا مع الدياراس يجوا يديروا لي تيك توك باش يغلطوا الشعب ويوجهوا الشعب يعني واجهه غالطه، واجهه خاطئه. هما عناصر يعني خالصين سالكين كما يقول لك في الجزائر، عناصر تاخذ الاموال لكي تفعل هذه الامور، يعني تتكلم على المغرب ويوميا على المغرب لكي يغلطون الشباب الجزائري ويبعثونه إلى ديريكسيون يعني غالطة كما يقولون. والكثير من الناس التي لا تقرأ وليس لها يعني مستوى ثقافي، نعم تذهب مع هذه الديريكسيون لأنها غير مثقفة وتؤمن هذه المافيا وهذا الصعاليك وهذا الذين سرقوا البلاد. هما يعني لو يفكرون يعني قليلا، فكروا غير شويه، كالمي روحك شويه وفكر تعرف باللي شكون اللي هو سبابك هي المافيا، النظام الجزائري الفاسد السراق. خليك من المروك، خليك من المغرب ما يدير لك والو، روح المافيا ولا تخافوا ربكم. انا جزائري ساكن في فرنسا، جيت نحوس وعجبني الحال. لا باس الحمد لله. حنا في الجزائر العظيمه، الجزائر العاصمه عندنا المترو جميل جدا. هنا ما كاينش المترو ولكن كاين ترام، وترام يساوي المترو، يعني عجبني مليح. لي زانفراستركتور في المغرب يعني في الحق افضل من الجزائر. لي زانفراستركتور عندكم ما شاء الله يهبلوا، ان شاء الله لا يزيد لكم. انا موالف شويه بلا لينيو لا نيميرو 2 ناخذها ديما، يعني بلفيدير المدينه نحب نحوس فيها، واليوم نجرب هذه باش نشوف كي دايره ونشوف لي ستاسيون. يعجبني الحال، الثمن جميل. الترام كون يكون كيف الاخرين يعني غادي يكون مزيان جدا. هو مريح، غابيد، لا فريكونس تعجبني، يعني كلشي لاباس الحمد لله. يعني سي تري بيان بور كازابلانكا. هذا كاين الناس اللي يقولوا ماشي مليح لخاطر لا سيركولاسيون تاع لي فواتور تبلوكي، ولكن هذا بريوريتي على لا سيركولاسيون. ان شاء الله لا سيركولاسيون الطوموبيل تنقص وهذا يزيد، راك تكون لا بوليسيون اقل. مساء بزاف، تحية معطرة مبخرة مرششة إلى جلالة ملك المغرب محمد السادس طويل العمر. احنا نحبك ونجلك لأسباب عديدة، أولها موقفك البطولي من حصار قطر. لم ترضخ إلى دول الحصار السعودية والإمارات، العفو يعني ما راح يطاري البحرين عشان ما تزعل. فلم ترضخ لمغرياتهم سواء كانت بشيمة أو بجيمة بمعنى المبلغ نهائيا. كان موقفك أسمى وأرفع من هذا كله، فهو محل تقدير وإجلال عندنا. وثانيا
لم تسكت عن هذا الحصار، بل تصرفت بحسك الإنساني وقدمت مساعدات غذائية إلى قطر، وهذا الأمر يسجل لك في التاريخ بأنك بادرت ولم تسكت ولم تصمت ولم تقف مجرد في صف الحياد، بل عاونت إخوانك وأهلك، أهل قطر والمقيمين على هذه الأرض المباركة. ثالثا، لاحظت معي طويل العمر أن دول الحصار عقب ما كان موقفك مشرف جدا من قطر قامت بمهاجمة المغرب على طول، وسموا الصحراء المغربية إلى الصحراء الغربية في تقاريرهم التلفزيونية، وهذا مما أغضب الشارع المغربي، وكأنهم يقولون يا مملكة المغرب إن لم تخضعي لنا فأنت في نظرنا إمارة وليست مملكة، لكن أنت أثبت أنك بالفعل ملك ولك حق السيادة بالكامل، ولا ترضخ لمغرياتهم ولا رشاويهم وغيرها من أمور، وهذا الأمر محل إجلال. للأمانة أقول أن المملكة المغربية من أفضل الدول التي اليوم يمكن أن تعيش فيها، والأمر بسيط والحساب بسيط، وسأصل إلى قضية مهمة جدا. على الأقل في المملكة المغربية ينتجون تقريبا كل ما يحتاجه المواطن البسيط، كله يتم إنتاجه في المملكة المغربية. ماذا يحتاج؟ إذا كان اللحوم البيضاء من أرخص الأمور، وأنا رأيت الأسعار هي أسعار الدجاج مقارنة في المنطقة في المملكة المغربية، كل أنواع الخضر موجودة ومتاحة، هذا كذلك رأيناه، وكذلك الألبان ومشتقات الألبان، بل إن المملكة المغربية تصدر لدول الساحل ولدول جنوب إفريقيا، جنوب الصحراء. كل هذا ما دام أنك أنت تنتج بيديك ما تحتاج فلا خوف عليك، لأنك تستطيع أن تتوجه وتحافظ على نسبة نقول معقولة من التضخم. ولكن هناك دول في المنطقة لديها إمكانيات كبيرة، وهذه المعلومة أطلب من الجميع أن يبحث عنها. هناك دولة تمتلك كل المقدرات، غاز، نفط وكذا وحديد وفوسفات وكذا، لكنها تستورد 60% من حاجيات شعبها، تستورد 60% من حاجيات شعبها، وهذا الأمر غريب جدا. إذن في هذا الباب أريد أن أقول أن هذا الاستهداف في الحقيقة، وخاصة عندما يأتي من أناس أو دول المفروض أن تكون متحدة، هنا في الحقيقة يتأسف المرء، يتأسف أسفا كبيرا، يتأسف أسفا كبيرا لما يجري. ونحن نرى من حولنا ماذا يجري في الأمة العربية وفي الأمة الإسلامية. هنا فتحت الباب لأخرج من الاستهداف إلى أين نحن وماذا لدينا ولماذا وكيف يمكن أن نتصرف وما هي أولوياتنا. ونحن كأمة عربية إسلامية أين نحن من هذا الخلاف؟ نحن اليوم هم المسرح، نحن اليوم كأمة هي مسرح الضحايا والقتلى والتهجير وكل ويلات الأرض والعالم الذي نعيش فيه. العالم العربي الإسلامي هو المسرح لهذا الأمر. كل صباح كل مساء نرى ما يقع في فلسطين، في اليوم في لبنان، في سوريا، والضحايا الضحايا الضحايا، كل ذلك في العالم العربي الإسلامي. لأصل، ونحن قد تحدثنا قبل ذلك في بداية الأزمة 7 أكتوبر، ونحن الآن قد تعدت سنة، ولا أطلب من جميع أننا آنذاك ما زالت القضية حامية، ناقشنا وكل كان له رأي
وقلت لكم ماذا سيجري وما هي الخطة، وأنه يجب علينا أن ننتبه جيدا أن لا نقع في نفس الخطأ، لأن المؤمن الحقيقي هو الذي لا يلدغ من جحر مرتين. وقلت كلاما أيضا واضحا، قلت بما أنني قلت أنه لا خوف على من ينتج غذاءه، أقول اليوم الخوف كل الخوف على الذي يعتقد أنه قوة ضاربة وهو لا يصنع رصاصة. يا أيها الإخوة الكرام، اليوم نحن نحتاج إلى فقه الأولويات. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. هل أنتم أعددت لهم القوة؟ كيف تعد القوة؟ إذا كنت لا تصنع السلاح الذي تستعمل ضد العدو، إذا كنت لا تصنع الرصاص الذي تستعمل ضد العدو، إذا كنت لا تصنع الصواريخ والطائرات، ولا تصنع كذلك قطع الغيار، فأنت لست قوة ضاربة أبدا. اذا كان هذا هو الفيديو ديالنا اخواني اخواتي كاع اللي وصلوا لهذه المرحله من هذا الفيديو هذا، كنشكركم بزاف، وكنتمنى باش تدعموا القناه بلايك والاشتراك في هذه القناه هذه، وما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو الى عجبكم مع الاحباب ديالكم الاصدقاء ديالكم. نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله.